تعالوا مع بعض بقى نتفرج على اجمل واشيك فيلا جاهزه للسكن في العاصمه الاداريه. انا دلوقتي في منطقه الجاردن بتاعه الفيلا دي، الجاردن الخاصه بتاعه الفيلا على افضل فيو عندي منطقه الحمام السباحه اهي زي ما حضراتكم شايفين. الكومباوند عندي هنا يا جماعه مش فيلات بس، هو فيلات وقصور بس، مفيش عندي شقق نهائي، فعندي خصوصيه عاليه جدا 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 زي ما انتم شايفين. حتى ما بيني وما بين الجار عندي هنا شايفين الكتف ده فاصل الفيلا عن الفيلا اللي جنب مني، فعامل مستوى خصوصيه مميز جدا. ولسه كمان هتعرفوا اللي احنا بنتكلم فيه اكتر لما نتفرج على الفيلا من جوه. نتفرج ونشوف التقسيمه الداخليه للفيلا بتاعتنا. شايفين يا جماعه التقسيمه الداخليه؟ ده كده منطقه الريسبشن عندي، ريسبشن محترم جدا يشيل معاه قطعه 2 3 4، بالاضافه ان انا كمان عندي مطبخ قدام هنا قدام الريسبشن على طول، مطبخ محترم جدا متقسم تقسيمه محترمه جدا. تعالوا معايا نبص عليه. انا بسلمك بنفس الفينش والكواليتي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وزي ما احنا شايفين وهيوضح دلوقتي معانا الفيديو، نسبه الانشاءات عندي شغاله 24 ساعه. انا دلوقتي حاليا بقفل الواجهات الخاصه بالفيلات، وعندي مرحله اللاندسكيب، ومش هيبقى عندي اي انشاءات في المشروع بالكامل. هنطلع دلوقتي نتفرج على الدور الثاني. تعالى بقى وقول لي، شفت الفينش ده موجود فين قبل كده في العاصمه الاداريه؟ دي مش مجرد غرفه، ده جناح. انا بكلمك على جناح ملكي في العاصمه الاداريه، مش غرفه موجوده جوه فيلا. عندي هنا منطقه الدريسنج اول ما نخش الفيلا، اول ما نخش الغرفه. بعد كده عندي حمام بالشاور بتاعه، حاجه محترمه جدا. وتعالى بقى نتفرج على الجناح الملكي ده، حاجه ولا اروع، حاجه مش موجوده ومش هتكون موجوده وصعبه تتكرر تاني في العاصمه الاداريه، على افضل فيو ممكن تشوفه عينك. تعالوا بقى بعد ما نتفرج على بقيه اليونت بتاعنا. تعالى بقى نتفرج على التراس الخاص بالغرفه الماستر. بصوا يا جماعه الفيو. هنكمل مع بعض الفيلا بتاعتنا. خلصنا اول جناح معانا، هنخش على تاني غرفة. دي غرفة محترمة جدا زي ما انتم شايفين، على نفس الفيو، نفس التراس، على الواجهة على طول، على منطقة حمام السباحة. ماشي. دلوقتي بقى هنتفرج على تالت غرفة معانا. غرفة مميزة جدا برضو على الواجهة بتاعتنا. ومن هنا هنقدر نشوف بقى فكرة ان احنا شغالين انشاءات 24 ساعة، وان المشروع بالفعل مبني وخلصان زي ما انتم شايفين. وحتى الانترلوك، المداخل والواجهات والحاجات دي كلها شغالة 24 ساعة زي ما انتم شايفين. وكمان احنا قريبين جدا من مشروع جاردن سيت اوت. لسه مكملين في اول دور عندنا. يبقى انا عندي هنا الغرفه الملكي، وعندي هنا حمام للضيوف، وعندي غرفه تانية هنا، وعندي هنا غرفتين. يبقى انا عندي هنا 3 غرف، منهم غرفه ماستر، وعندي 1 حمام، ودي ثالث غرفه موجوده معانا برضو هتلاقيها على فيو. فانا ما عنديش وحده او غرفه عندي هيكون على فيو خلفي، كل الغرف عندي على فيو امامي زي ما انتم شايفين. لان احنا بنتكلم في طيب فيلا، حاجه لازم تكون مميزه للعميل اللي بيشتريها. حتى السلم عندي، المنطقه بتاعت السلم عندي عامل لك فيها واجهات بانوراميك ازاز عشان تقدر تشوف الفيو بتاعك، يكون حاجه مميزه جدا وشيك تليق بالمكان اللي انت هتسكن فيه. لسه ما خلصناش مع بعض. دي بقى اميز منطقه عندي، هي منطقه الروف. منطقه الروف دي مميزه جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين، فيها حمام خاص بالروف، وعندي هنا غرفه مميزه جدا برضو على فيو امامي زي ما حضراتكم شايفين. تعالى بقى نتفرج على اميز منطقه في الفيلا كلها، وهي الروف الاصلا الخاص بالفيلا. عايزين نتفرج على الروف والفيو اللي بنشوفه من على الروف. والميزه اللي احنا النهارده بنقدمها لحضراتكم، الفيلات في كومباوند مبني على فيو وواجهه زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، حاجه صعب تتكرر تاني في العاصمه الاداريه الجديده. لو ضيعت الفرصه دي، مش سهل جدا ان انت يظهر لك فرصه تاني كومباوند زي ده بنفس التشطيب ده. حاجه معموله مبنيه باي شركه اوراسكوم. البرج الايقوني قدامنا اهو، منطقه الاعمال اهي قدامنا زي ما حضراتكم شايفين. تمام. وكمان اداره وتشغيل شركه زي شركه هايت بارك، شركه متخصصه في اداره مشاريع الفيلات والقصور. حاجات مميزه جدا. عندنا هنا الاسعار بتستارت من اول 27 مليون، وانظمه السداد بتوصل لحد 12 سنه بمقدمات 5%.